أهلا بيكوا على قناتنا وقناتكم قناة خزنة الأفلام. فيا مساء الخيرات على أحلى وأجمل متابعين في الدنيا كلها. حكايتنا النهاردة عن فيلم شهير من أفلام الدراما في السينما المصرية. عاوزين تعرفوا هو فيلم إيه وإيه قصته ومين أبطاله وتفاصيل الحكاية؟ تعالوا معايا. حكايتنا النهاردة عن فيلم الغرقانة، وهو واحد من أشهر أفلام الدراما في السينما المصرية، واتعرض سنة 1993. قصة حسن شاه وسيناريو وحوار مصطفى محرم، ومن إخراج محمد خان. الفيلم من بطولة نبيلة عبيد، محمود حميدة، أحمد توفيق، نهلة سلامة، حمدي الوزير، وعلي حسنين. أما قصة فيلم الغرقانة فبتدور أحداثه في جنوب سيناء، حوالين وردة اللي أهل القرية البدوية بيخافوا منها وبيعتبروا إنها نحسة على أي راجل يتجوزها، خصوصا بعد ما 3 من أزواجها ماتوا غرقانين. ومع خوف الناس منها بتروح لمشعوذ القرية اللي يقنعها إنها لازم تتجوزه عشان يطهرها من اللعنة دي، وفعلا بتوافق بسبب الجهل والخرافات اللي مسيطرة على أهل البلد. وبعدها الأحداث بتبدأ تقلب بشكل درامي مليان توتر وصراعات.